السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا عاملين حلقة جديدة النهاردة في قناتنا، قناة أبو هلال الهلالي جبر الخواطر، وهنصور مع الست الطيبة المحترمة بنت الناس ديت، ونشوف حالتها ايه، وإن شاء الله نكبر بخاطرها وانتوا تساعدونا برضو نكبر بخاطر الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه يا ابني، السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة يا ست الكل. نتعرف بيك يا حاجة؟ انا اسمكم ايه؟ ام محمد. ام محمد. انت معاك كم عيلة ام محمد؟ انا مطلقة. مطلقة. وعيالك معاك ولا مع جوزك؟ لا، عيالي كبار متجوزين، انا عايشة لوحدي يعني، وساكنة في ايجار وبيت قديم يعني وكده. وحتى السرير الفرش معمول يعني على بابا. ربنا يصلح حالك يا رب. ما فيش اي معاش ولا حاجة؟ لا، ربنا يستر. ما فيش معاش تكافل وكرامة ولا اي حاجة؟ لا، ربنا يسترها. ربنا يسترها ان شاء الله، ونكبر بخاطرك باذن الله. باذن الله. بتدفع كم ايجار؟ 400 جنيه. وما فيش اي دخل يدخلك ولا؟ لا، انا باخد معاش يعني كده بسيط على قده يعني، على قده يعني. اللي هو بتاع الشؤون، صح؟ على قده، على قده. ربنا يصلح حالك يا ام محمد، ربنا يصلح حالك يا ام محمد. امين يا رب. والشقه جار امين يا رب، امين يا رب. طيب يا حاج ام محمد، احنا في هديه على قدينا بنكبر بها بخاطر الناس المحترمه، الناس ولاد الحلال، وربنا يديك الصحه. يفكها علينا وعليك. امين يا رب، امين يا رب. هي حاجه بسيطه من ابنك ابو هلال، وربنا ان شاء الله يفكها على الجميع باذن الله. ان شاء الله يا ابني، ربنا يرزقك يا رب. تأمرنا باي شيء. شكرا يا ابني. في اي مشكله معاك نعرضها، لو في اي مشكله قول لنا واحنا نعرضها على القناه وان شاء الله يبقى يصلح حالك ان شاء الله. احنا في بنتي مريض برضه، بس في الزقازيق ده مش قاعد في الزقازيق. ان شاء الله ربنا يقدرنا ونروح له باذن الله. ربنا يصلح حالك يا ابني ان شاء الله. انت اصلا من الزقازيق؟ ها؟ انا من هنا في السويس. اصلا من السويس، بس بنتك متجوزه هناك. ربنا يصلح حالك. ربنا يصلح حالها ويهدي سرها يا رب، يا رب يصلح لنا وحالك. امين يا رب. يا اولاد في ايه بتبصوا على ايه؟ سيبيهم يفرحوا. سيبيهم. ما كنا لا، مش التلفزيون ده، على القناه بتاعتنا يا ام محمد. ربنا يديك ربنا يصلح لنا وحالك يا رب. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب. تأمرنا بحاجه يا ام محمد؟ شكرا يا ابني، ربنا يكبر بخاطر الجميع يا رب. ماشي يا ابني. ماشي يا كل سنه وانت طيب. يا عمر. شكرا يا ابويا، كل سنه وانت طيبين. الله يخليك. متابعينا الكرام، اللي يقدر يساعد معنا الناس يعني نظروفها صعبة، وفي يعني بتبقى محرجة ان هي بتطلب مساعدة يعني. وساكنين وعليهم ايجار ومية ونور وكهرباء، ودخلت شتاء. طبعا انتوا عارفين الناس الغلابة بتحتاج بطاطين، بتحتاج لبس. اللي يقدر يساعد بأي حاجة يكلمني واحنا نروح نساعد الناس دي معاه باذن الله. يجي لي اللي عايز يساعد يطلع اي حاجة. ام محمد قبل ما امشي شوف بتقول لي ايه؟ عندنا الغسالة والله بايظة بتاعتي. الغسالة بتاعتك بايظة؟ والله. ان شاء الله ربنا يقدرنا ونصلحها لك باذن الله. ربنا يصلح حالك يا رب. امين يا رب. ويرزقك يا رب. امين يا رب. الغسالة بتاعتها خرباء يعني، تعبانة، باظت، فمش لاقي حاجة تغسل عليها. فيا ريت اللي يعرف يقدم اي مساعدة يقدمها للست الطيبة دي، وان شاء الله ربنا يبارك في فعل الخير، وما فيش مال بينقص من صدقه. وشكرا لكم يا جماعه، شكرا لكم، شكرا.